وضعت قوات الشرطة الأوروبية في حالة تأهب للواردات غير القانونية من مسدس آيفون، وهو سلاح متنكر على هيئة الهاتف الذكي من شركة أبل. المسدس الذي يمكن طيه ليصبح تماماً على هيئة الهاتف الشهير سيتم طرحه للبيع في أمريكا في دون أسابيع قليلة، وفي نقرة واحدة يفتح المسدس للتصويب مع خاصية الليزر بحسب ما ورد على موقع التايمز. ووصل تنبيه للشرطة البلجيكية مطلع الأسبوع الجاري بشأن المسدس الذي لم تعثر الشرطة على نسخ منه في البلاد، إلا أنه من المتوقع وصوله قريبا إلى شوارع أوروبا. وجاء في التنبيه للوهلة الأولى لا يمكن تمييزه عن هاتف آيفون، وهذا يعني أنه بالإمكان تضليلنا بشأنه. الكابوس الحقيقي للشرطة هو المبيعات غير الشرعية للمسدس في وقت تكافح فيه الشرطة الأوروبية التهديدات الإرهابية، ويباع المسدس بسعر $395، أي أقل بكثير من سعر الآيفون الأصلي الذي يبلغ نحو $600 تقريبا. وقد تلقت الشركة المصنعة للمسدس في مينيسوتا ب12,000 طلب حتى الآن. وقال رئيسها التنفيذي كيرك كوجيلبرغين إن الفكرة جاءت بعد أن رأى أحد الأطفال مسدسا في المطعم فاص بالخوف الشديد.